يلا بينا نسمع ونشوف قصف جبهات سيد عبد الحفيظ ابو التكاتيك كلها مع ايمن عبد العزيز ابو تكتيك 10%. اخر مثلا خلينا في الدوري المصري، بلاش عشان الدوري اوروبا والحاجات دي الناس دي بعيد عننا بمراحل كتير قوي. هات ماتش المصن اكبر فرقتين في مصر، الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك. هات لي جول جه من تكتيك معين، جمله يعني من جمله معينه. زي سؤال مهم من كابتن ايمن بيضيع متعه الايجيبشن ليج، هنشوف كابتن سيد عبد الحفيظ هيرد عليه ويقول ايه. قابل بقى يا باشا. الجون الرابع اللي في الزمالك السنه اللي فاتت يعني. اه ده واخد طلع من السرد باك من محمد شباب، من محمد شناوي تقريبا لياسر ابراهيم لمروان متفق عليها. طبعا لا مروان لاوفرلاب مع حسين الشحات ما بينه لم تخن الذاكره، او كريم فؤاد لمحمد هاني لديانج اللي تحت لشريف. كل دول بيتحركوا يعني، دول كل لو اكيد واحد كان شغال في الجهاز الاداري لمنتخب مصر كابتن ايمن عبد العزيز مش هيكابر في الغلط، هيعتقد ان هو كان بيتكلم كلام غلط وهيقتنع بسهوله. يحصل ده، هنشوف ده بعد كده يحصل. ماشي، دول ما هي دي تحركات في الملعب. ده جزء من الجيم كله، ما بيمثلش الجيم كله إيه؟ يعني. هو الجزء ده اسمه ايه؟ جزء تمريني او تكتيك او تحفيزي. تكتيك اهو ماشي، بس ده جزء، ما انا بقول لك ده جزء من الجيم كله. انما بعد كده بتفضل حاجات كتيره قوي في المباراه عموما. انا عايز رد سيد ارد اه اي كلام بيتقال والله يا جدعان، اي كلام فاضي يعمل ترند وخلاص، ده واحد لا علاقه له بكره القدم. اي كلام بيتقال، المهم ان انا اعمل شو لنفسي وخلاص. نشوف بقى كابتن سيد عبد الحفيظ هيرد عليه ويقول ايه. لا طبعا انا مش متفق خالص يعني. انا فاكر ان ايمن يعني الموضوع كان سياق اتخذل جزء من لا هو اكد من كلام هو بياكد. لا طبعا لا طبعا لا اتفق معاه تماما خالص يعني. ده اصلا ده الحياه كلها في الكوره تكتيك. ده اذا كان تكتيك في الملعب او حتى بره، بدليل ان احنا قاعدين قبل الماتش حتى ما يبدا خالص ب 48 ساعه ولا 72 ساعه ولا ايا كان، واحنا بنحط حتى اللعيبه اللي هتبقى موجوده، احنا بنحطهم بناء على ايه يا مهيب؟ بنحطهم بناء على ايه يا ايمن؟ يعني الناس حتى اللي بره، يعني مش هتكلم على اللي جوه كمان واهميتهم، الناس اللي بره لو هي ما فيهاش كده، ما فيهاش التكتيك ده وتحركاته خلاص، البلان اللي انا بحطه في سيناريوهات ممكن في الطبيعي انها تحصل. اتفق معاك على العكس بقى، ان 5% اللي ممكن افاجئ بيه. يعني نزلت الملعب لقيت مثلا اتنين راحوا داخلين في بعض عاملين حادثه مثلا ولا حاجه بعد الثلاث تغييرات مثلا. تمام، اوكي، ده حدث لا مش في الحسبان خالص. دي حاجات بتتحط، هي دي خطط. 5%. وبعدين انت قلت دلوقتي كلمه يعني وعكسها، انت قلت ان التكتيك بيمثل اهميه جزء مهم. جزء مهم. طبعا. طب ازاي الجزء المهم ده بيمثل 5% ولا 10%؟ ازاي هتقول عليه مهم وهو بينزل النسبه البسيطه دي؟ ما عشان في مواقف كتير في الماتش مهمه برضه، في حلو، الجيم نفسه. حلو جدا حلو جدا. لكن انا اللي عايز اقوله في الاخر يعني، ان لو الدنيا بالشكل ده مش هتلاقي تفاوت في المدربين، ولا هتلاقي تفاوت في اسعارهم، ولا هتلاقي تفاوت في فكرهم. انا ممكن اجيب واحد اكاديمي بحت بالظبط، ويفضل يدرس 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 يدرس، لكن ما عندوش الوعي ولا عنده الفكر ولا عنده الذكاء ولا عنده. ايمن ده مانشستر سيتي ما انا عنده كنت لسه اقول لك، ما كانش بص يا كابتن سيد، ما كانش جوارديولا كل فرقه بيروحها بيصرف اكبر بادجت موجود في العالم عشان يجيب اعظم لعيبه موجوده عشان ينفذوا حاجه معينه في الاخر. لو اللعيبه دي ما تقدرش اسمها تنفذ إيه؟ ده، اسمها ايه؟ تسميها في ايه؟ يعني تسميها ايه؟ تسميها ايه؟ ان هو يجيب احسن ناس بتفكر وبتشتغل وبتدرس وبتتابع وبتعمل لا دراسات لا على لا، اسمها ده ايه؟ بتكلم على اللعيبه ايوه ما هي اللي اللعيبه. هو بيجيبها. ما هو ما بيجيبها هو عشان إيه؟ تنفذ له الشغل. عشان انت تنفذ له متخيل ايه؟ تنفذ له شغله اللي اللي هو ايه بيشتغله في الاخر؟ التمرين اللي هي اللي اسمه ايه في الاخر؟ مواقف الماتش. ما بسماش هو تكتيك. اسمه تكتيك. لا، مواقف انا هو بالنسبه اسمه لي تكتيك. مواقف الماتش اللي بتحصل يعني في الجزء الاخير من الملعب او الثلث الاخير من الملعب. بره بقى لما بنتكلم على جوارديولا والناس دي، اللعيبه اللي احنا بنشوفها اللي هو مبابي وكل الناس اللي وميسي وكريستيانو ونيمار ودول او مثلا الناس اللي بتلعب في مانشستر سيتي دي، كل دول لما بيوصلوا للثلث الاخير بيعملوا اوفرلاب وبيعملوا حاجات كده. مش ده جزء من التكتيك؟ طبعا. وفي طب ساعات حاجات بيعملوها فرديه، هم، بيعملوها. ساعات حاجات انما فرديه. هم في الاخر في اخر الثلث ده بقى كل العالم دلوقتي بيعتمد على الثلاثه اربعه لعيبه اللي موجودين قدام ان هم تبقى قدراتهم اللي جوارديولا بيختارهم دول عشان ينفذوا له اللي هو عارف عاوزه. الفرق؟ بس الفرق الكبير جدا ما بين جوارديولا واي حد تاني هو التكتيك ده.
يعني هم العالم كله مش عارف يوصل لكميه التحركات والفكر اللي وصله جوارديولا مع لعيبته. جوارديولا كل ما بيروح مكان، على فكره كل ما بيروح مكان هي بصمته واحده. ايوه اذا ده واحد بيشتغل بشكل معين يا ايمن، هو شكل شغله معين. تكتيك اصلا هو شغله كله. كله تكتيك. يعني هو مش شغل 10، بص، هو انا ممكن 90 بص 99. يعني انا ممكن انا اقول لك حاجه يا ايمن. امم ما تخليش اي وقت في حياتك في اي فتره من الفترات ان انا قلت حاجه فعايز اثبت انها صح. لا لا بس. طبعا، لا لا والله بس بالعكس. خلي لا بالك صح. برضه يا لا، كابتن، مش صح يعني خالص. الامانه مش كل الناس جوارديولا. لا يعني طبعا. جوارديولا لا انا حاله بتكلم على واحده. حته التكتيك دي بس. بس هو جوارديولا يعني انا كلوب يعني مع بتلاقي احترامي الكامل احترامي الكامل لاي حاجه. يعني أنا ممكن اقول كلمه مش هفضل معاند عليها انها صح لا لا يعني. طبعا صح. مش بس هفضل انا أقول في الاخر انت هو قلت 10%. جوارديولا، لا هو جوارديولا بيعمل حاجات جزء فيها في التكتيك وجزء فيها بيعتمد على قدرات لعيبته يعني اللي هو انت جايبها اللي بيقعد يجيبها. مصمم على 10% تكتيك، والكابتن سيد انت رافض ال 10% تكتيك. لا يا عم، ده مفيش كده في العالم يعني. دايما فلتت منه قوي. لا ده راحت منه لا خالص. والله. ده انا قلت والله يا حسن اقول له ايه يقول بقى يصحح هيصحح لا بقى لا 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 لا. اصح حاجه. مستمر. انا يعني بعدين انا ما غلطتش بتستشهد فيها. بمؤمن زي مؤمن سليمان. انا كان تقييم المؤمن جامد قوي. انت هتخليني اقول. لا انا بحبه على المستوى وانا الشخصي، هو كمان مدرب بحبه كويس. جدا، بحبه جدا. مدرب كويس وبيعرف يتكلم يعني كويس من وكل حاجه. لا، ومن الناس اللي ليها بصمه برضه في اللعب. لما بيلعب بتحس ان فرقته طب منظمه. اسمها ايه دي؟ يعني ايه اللي له بصمه اسمه ايه؟ اسمه نظام. هو اسمه تكتيك يعني. انت هتكابر ليه يا حبيبي؟ ما هو بكبرش اسمه والله، تكتيك هو اسمه نظام. هو اسمه تكتيك. هو نظام. هتلف وتدور ونروح ونيجي. هو اسمه تكتيك. هو اسمه، انا بالنسبه لي في الكوره اسمه نظام وتنظيم. تنظيم ده وانت بتاسس الهجمه بتاعتك ده اسمه تنظيم ومهاجم. وانت واقف معانا مثلا في ماتشات اللي احنا بنتفرج عليها تقول لي بس لجوارديولا. مين اللي في حد كلمك عروض وكده؟ حد ايه؟ في حد كلمك كتير اعرفه عروض؟ كتير كتير. طبعا هقول لهم خلي بالكم من يعني ايمن. هو في الاخر انت في الملعب وقدراتك في الملعب في الاخر انا بالنسبه لي كل وجهات النظر صح. طب سؤال مفيش إيه؟ غلط وصح سؤال في بس. الكوره. لا سؤال، لا لحظه بس. هو في خلاف على ان في ناس بتيجي في الكوره وانت شاركنا في دي عندها قدرات رهيبه جدا. طبعا. حلو جدا. اي طبعا صح. حلو. لكن ممكن يبقى عندها مشكلتين. مم. يعني هو عنده قدرات مهاريه فظيعه جدا، لكن ممكن يبقى عنده مشكلتين. مشكله في التكتيك بالظبط. ومشكله في الاساس، في التاسيس. انه ما خدش تاسيس مظبوط. يعني هو صغير ما يعني؟ عداش مع مدربين اسسته كويس. هو ما عندوش صغير؟ مشكله في التكتيك، ما بيعرفش يتحرك. مم. يعني هو الكره تجيله بس يا مهيب. تمام. طب ده اسمه ايه؟ ان هو ما خدش تكتيك كويس. لكن هو عنده قدرات ما بيعرفش يتحرك. تمام. ما خدش تكتيك كويس. زي وده مين؟ طب وده هيلعب ولا ما يلعبش؟ زي مين؟ لا مش هيلعب. مش هيلعب؟ طبعا مش هيلعب. انت ما تديني مثال. انا اقول لك على حاجه بس. آه. ده كان معايا في منتخب الاولمبي ومنتخب شباب. طب ما انا اقول لك عدى خلينا بس- علينا ناس من غير ما نقولها يعني. تمام. كانت على 1 ضد 1. لو بنعمل 1 ضد 1 يرقصوا اي حد، لكن لا يمكن يلعبوا معانا اساسي. الفرق ايه؟ انت بتنافس تكتيك وهو ما بينافسش. انت في دماغ. اه الدماغ دي هي التكتيك اللي هي بتستوعب فكر مدرب واقف على الخط. انت بتعمل ليه 3-4-3 ولا 4-4-2 ولا 3-3 4-2-3-1 ايا كان اسمها ايه اصلا؟ ده اسمه ايه؟ الناس يا ايمن بتختلف من فتره للتانيه ليه طيب؟ عشان بيتطوروا. ايوه بيتطوروا بايه؟ بيتطوروا في القوه وفي السرعه لا في بالتكتيك، الفكر. لا بالنظام، لا، بالسيستم، بالنظام. بالرؤيه، بص، هو بالفيجن. اهم حاجه في الكوره أيمن، طب ما النظام. اجيب بقى بالقوه والسرعه. لو انا هجيب القوه والسرعه بقى خلاص الناس هتقعد تجري حوالين أجيب الملعب. بقى اللي هم الفتوات بقى يلعبوا كوره. لا هو مش معنى اجيب بتوع العاب القوه يلعبوا كوره. لا مش برضه مش نفس الموضوع. انما اللي كابتن سيد بيتكلم عليهم دول اللي هم الناس المهاريه قوي هم ما كملوش في الكوره ليه؟ طيب عشان ما طورش نفسه في ايه يعني؟ طب ما هو زي ما كابتن سيد قال واحنا بنلعب في الواحد على واحد هيقعد يرقص فينا كلنا. ايوه بس الكوره مش انما كده يا احنا كابتن لما أيمن. بتوصل، احنا كنا لسه بنتكلم الكورة برضه ده صح. ازاي تقف في الملعب؟ أيمن. ازاي تتحرك في أيمن. الملعب؟ طب انا ازاي انا تتحرك والله بدون العظيم كوره؟ انا اقول لك على ازاي؟ انا اقول لك والله العظيم اللي انت بتقسم بيه اهم ده لعيب اللي انت بتقوله ده كله غلط. اهم لعيب كوره في مصر دلوقتي بس انا طبعا مش هينفع اقول اهم لعيب كوره في ليه ما مصر تقول دلوقتي. إيه لا بس؟ لا مش هقدر عشان بس الناس ما تاخدهاش بقى. اهم لعيب كوره في مصر دلوقتي ما عندوش اي ثقافه في التكتيك. طب النادي اللي بيلعب فيه لا ما برضو هي الناس ما هو بس كان في منتخب مصر. كان في منتخب زي ما مصر. الناس حرفت الكلمه او خدت الكلمتين بس اللي هم بتوع التكتيك وقعدوا يعملوا عليهم شغلانه كبيره هياخدوا نفس الموضوع الجزء المختزل، لكن مش هيجيبوا ان انا شخصيا كامل اللي بقول عليه كده انا مقتنع انه اهم لاعب كوره في مصر. تمام. وواحد من احسن لعيبه الكوره في مصر، فانا مقتنع. انما هو ما عندوش اي وعي تكتيكي جوه الملعب. فالفكره اللي انت بتقولها ان في ناس يعني مش احنا كنا جوه في الاوضه كنت بتحكي لي على حد انت شخصيا كنت بتتفرج عليه
كان موهوب جدا، طبعا. ما اتطورش في ايه؟ تتكلم على مين؟ قول. قلت لي ما على تقولوا يا حد جماعه، ما كان احنا عايزين حد في ال نعرف. 75 اللي هو ليه واحد صاحبي، آه. ما هو ده يا ابني، هو هو- ده اللي بقوله لك. هو اللي ما انت مش اتطورش، هو انت ما بت... انت بت... انت بت... انت بتدافع على حاجه على وجهه ما نظر. انا بناقضش على والله وجهه العظيم. نظر عمرها ما تصير ابدا، ولا حد في الدنيا كلها يصدقها، ولا حد يقتنع بيها، ولا حد حتى يناقشها. اللي يعني هي احنا ايه؟ بنضيع وقت على فكره في الجدال ده. انت بتضيع وقت في حاجه انت عايز تثبت ان التكتيك 10%، وان دي مواقف لعب، وان دي حاجه تنظيميه، وان دي هو ده المسميات اللي انت عايزها تقولها في الاخر. يعني انت عايز تثبت وجهه نظر معينه انت قلتها، فواخداك الجلاله قوي ان انت مش قادر تقول ان انا غلطت في الحته دي، وده مش صح على فكره. ده مش صح. انا بقول لك المره المليار، واحنا بحكم ان احنا نعرف بعض يعني كده شويه. لا يا ايمن، مفيش كده، مفيش كده في الدنيا. مفيش كده في الكوره، ده مفيش كده في الدنيا كلها. ان انت تبقى بالنسبه لك ان مفيش حاجه ده التكتيك ده عباره عن بلان يا ايمن كمان. يعني تكتيك انت ايه؟ بلان كمان. يعني ايه بلان؟ يعني في خطه انت بتعملها، في سيناريوهات بتعملها. قد افاجئ في بعض الاوقات، في بعض المباريات، في بعض الظروف بحاجه انا ما اقدرش استوعبها. طيب الا وهي ايه مثلا؟ الا هتغير ولا مش وهي هتغير؟ الا وهي ما عشان انا اقول تبقى لك حاطط بقى. سيناريوهات هو ده كتير. هو ده ال 5% وال 10%. يعني ايه؟ يعني واحد زمان مثلا بنلعب المقاولين العرب في نهائي كاس مصر، حلو؟ عملنا 3 تغييرات، وبعدين خلاص التغييرات خلصت، وامير عبد الحميد اتعور. جول. الجول ده حاجه من المواقف اللي ممكن تحصل 5% بالنسبه لنا، او 7% او 10% كمان، اللي ممكن تحصل. انت مش لما شادي محضرها. محمد وقف جول. مش محضرها. انت مش محضرها. هي دي ال 5% ممكن، لكن التكتيك كله، البلان كله، بدليل ان انا بقول لك واحنا بنحضر واحنا بنحط القايمه، ده القايمه دي بلان. نخرج بقى ودي من معلش الموضوع ده. تحت بند ايه يعني؟ اللي هي ايه؟ اللي هو حصل، الموقف اللي حصل ده تحت بند ايه؟ يعني انا مين اقول لك، المدرب؟ كان مين معلش؟ كان جوزيه. كان جوزيه، مانويل ما جوزيه أنا مع بقول لك المقاولين، كان أيوة. حسن ما شحاته بتحصل لاي ومانويل حد. ما جوزيه. انا بقول لك دي تحصل ممكن لاي تحصل حد. وشادي بس والاهلي مثلا خسر. انا حصل ده معايا وانا مدرب، مش وانا لعيب. يمكن الكابتن سيد حصل ده معاه وهو لعيب، انا حصل ده معايا وانا مدرب. ونفس المواقف بتحصل. فلو انا كايمن في نفس الوضع ده ممكن اغير زي مستر جوزيه. لكن مثلا في مدربين تانيين، ودي اسمها اكتساب خبرات. فالمدرب ده مثلا من ضمن الحاجات، مثلا كنا بنلعب كان اعتقد في افريقيا ماتش التعاور فيه الشناوي، تمام؟ كان فاضل لنا تغيير واحنا كنا متعادلين. فبحكم ان احنا مصريين، فاللعيبه على الدكه بتنادي بتتكلم، يلا نغير، طب نلعب مثلا فيرود، كل واحد بقى بيتكلم. والراجل ما غيرش، تمام؟ فضل لحد ما الشناوي راح متعور صدفه، فاحنا فضل عندنا تغييره. فلو احنا كنا غيرنا التغيير دي والراجل مثلا ساق ورا كل اللي احنا عمالين نقوله ده والهيصه واحنا متعادلين وعايزين نكسب، فالراجل عايز يغير، فيروح مغير فيرود، هوب الشناوي اتعور، فنلعب من غير جول. ايوه انا هعترض معاك على دي خبرات. لا مش خبرات يا ايمن. دي خبرات تدريبيه مش والله. خبرات والله. طب انا هنتناقش بس. مش معنى ان انا كنت موفق في جزئيه تمام ان ده الصح. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا بلاعب فرقه، بلعب على بطوله الدوري. انا خد مثال صغير. يعني انت بتلعب على بطوله الدوري، حلو؟ والفرقه اللي قدامك فرقه بتدافع بس خالص، وفاضل مثلا تلت ساعه ولا 25 دقيقه. انت بتحاول تنشط هجوم، تغير من فكر، تغير من طريقه، عشان تعمل كثافه هجوميه كبيره، عشان توصل للجول اسرع. مظبوط. فبتحاول تستخدم اوراقك كلها. بالظبط. اوكي. قد يكون بقى وانت بعد ما تستخدم اوراقك كلها، الحظ بقى اللي عند ربنا والتوفيق اللي عند ربنا، وال5% اللي انا بقولهم لك دول، يتصاب عندك حد بعد تغييراتك. هي دي ال5%. شوف بقى العقلية في أهم سؤال هيسأله كابتن أيمن عبد العزيز. شوف العقلية عاملة إزاي، وشوف رد كابتن سيد عامل إزاي. هو ده. لكن كرة القدم، أنا بلعب الأهلي بيلعب الزمالك، الأهلي بيلعب بيراميدز، منتخب مصر بيلعب المغرب، حلو؟ أنت بتدرس فرقتك، وبتدرس الفرق اللي هناك، وبتدرس فرق، وبتحط الاحتياطي بتاعك، وأنت قاعد حتى بالليل بتقول لو أنا كسبان هعمل كذا، لو أنا خسران هعمل كذا، لو أنا متعادل هعمل كذا. دي سيناريوهات. سيناريوهات. ما ليها علاقة بالتكتيك. يا نهار ازرق، امال السيناريوهات دي بالنسبه لك انا هلعب ده؟ انا ممكن اعمل ده. طيب. بقول لك ايه، انا ممكن ابدا ماتش، انا ممكن ابدا ماتش بطريقه وتغيره بطريقه وتلعب في النص بطريقه. ده اسمه ايه طيب؟ ده اسمه سيستم لعب. مش ما فيهوش حاجه ده اسمه سيستم لعب. سيستم اللعب اللي هو في الاخر ايه؟ اللي هو شكل اللعب، اللي هي الطريقه اللي هي 4-3-3، سيد عبد الحفيظ، اللي 5-3-2، 4-2-3، كل المسميات اللي احنا بنقعد نسميها دي. انت التكتيك بالنسبه لك هي مثلا 6 جمل اللي هي اوفرلاب والتيك اوفر والحاجات هي دي. هو ده التكتيك اللي انت بتقعد تتمرن عليه. مش هو ده بس يا ايمن، والله هو ده التكتيك اللي انت بتقعد تتمرن عليه طول. بس عايز اقول للكابتن حاجه، يعني اول الناس هو والله العظيم الموضوع ما فيه صح ولا غلط، هو الموضوع وجهات نظر. زي مثلا الكابتن سيد قال لك ايه، وانت بتلعب حاضر يا كابتن ايمن، هنسميه شكل الكوره، شكل الملعب، هنسميه سيستم شغل.
هنسميه حماده، هنسميه شيماء، هنسميها اسماء، هنسميها اللي انت عايزه، حاضر هنرضيك وهنسميها بكل حاجه ما عدا ان ده تكتيك في الملعب. ادي يا جماعه الناس اللي بتقول ان الزملكاويه ناس فاهمه في الكوره، ادي عقليه لاعب زملكاوي، عقليه مدرب زملكاوي، عقليه لاعب وعقليه مدرب وعقليه عضو في الجهاز الفني. بعد كده يقول للزملكاويه مظلومين ان هم مش موجودين في الجهاز الفني للمنتخب. شكرا كابتن ايمن من ملعب ابو سمره، من فضلك ادعمنا بلايك وشير للفيديو. شكرا، سلام.